السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شوف الواحد بسم الله ما شاء الله. نبدأ معاك. شوف الواحد كده ازاي وشه مفتح كده، ازاي وشه مفتح، سبحان الله. بس سبحان ما كملهاش ريال مدريد، ما كملش علينا القصة يعني. ريال مدريد غلب من من بايرن ميونخ 2-1. فالواحد يعني بس طبعا ايه، بداية حبيبي على طول كده. انا شايف في ناس مستغربة، بس انا قايل لك الاهلي هيفنش تالت. انا ايه قايل من قبل كده، الاهلي هيفنش ايه، هيفنش تالت. مش هقول لك اكتر من كده، تمام. لكن يجي واحد يقول لك الاهلي كان بيلعب بطريقه ايه، اقول لك كان بيلعب بطريقه ايه. كان بيلعب بطريقه ايه، من وين ودي على فين. احسب الماتش كله، احسب الماتش كله. الفرصتين اللي مضيعينهم سيراميكا كليوباترا، تمام. الفرصتين اللي ضيعتهم سيراميكا كليوباترا، الاهلي طول الماتش ما لعبش الفرصتين دي. يعني ما واجهش بلغه الكوره. تيجي تحسب في فرصه، في نص فرصه، في ربع فرصه كده يعني. فرصة ده أنا بعتبر فرصة السيراميكا دي اللي راحت بالشوط التاني بعد ما النتيجة كانت 1-1. أنا بعد الوقت ده كان هو الشبكة، يعني كان هو الشبكة مش هو شوبير. والفرصة اللي بعديها، فطبعا اللي بنوصل لك إياها إنه زي بنرجع بنقول إيه، الأهلي بلا أنياب. الأهلي بلا أنياب، والله الأهلي كما قلت لك بلا أنياب. موسم صفري، موسم صفري. بس عارف أنا في حاجة دلوقتي اللي شبه اكيد يعني، شبه اكيد اقولها لك، انه بقول لك انه الاهلي فعلا هيخصم من النجوم بتاعته 10% من نسبة العقود. انت عارف لو الكلام ده صحيح، ابوه لذيذه يروح فيها. عارف 10% يعني ايه؟ 10% يعني 10 مليون هيخصموا من زيزو، ده ابوه يروح فيها. ابوه ونص العيلة، يعني ابوه يروح فيها ونص العيلة يجي لهم سكر وكده يعني، وضغط وكده. في ربك السوق. فانا اتمنى والله انه الاهلي ايه ينفذ القرار ده. هو كده كده هيروحوا. ليه؟ انا بيني وبينك دلوقتي 5 بونت، تمام. انا قلت لك الماتش يا جماعه، يا جماعه، والله العظيم كرة القدم مش كيمياء. كرة القدم مش كيمياء. كرة القدم كده بالعقل، بالعقل كده، ويكون عندك نظرة، يكون عندك نظرة تقوى. انا من بدري لساني اتنبح ده، زي ما بنقول لساني اتنبح، وانا قلت الاهلي هيفنش تالت من قبل ال6 جولات دي. الاهلي بلا نياب. قلت لك الاهلي هيروح من افريقيا. هتقول لي انت مركز على الاهلي، طب ما انت احنا ما كناش صح. لكن من ساعه ما جه معتمد جمال، الكابتن معتمد جمال على الزمالك، لا، في امور عندنا كتير اتغيرت. واللعيبه الرجاله اللي ادت في الملعب هي اللي طمعتنا. اما انا اقول لك قبل الكابتن معتمد، لو واحد اي زملكاوي قال لك انا كنت متوقع حاجه، اقول له انت كذاب. لا كونفدراليه ولا دوري، عشان نكون صريحين مع بعض. فحبيبي اللي بقوله لك، ان شاء الله كده عقبال بيراميدز كده، نشوف الماتش اللي جاي ان شاء الله يعمل لنا مفاجأة برضه بيراميدز كده. عشان ايه؟ عاوزين نختم الدوري بدري بدري يا جدعان، عشان الدوري بدري بدري، عشان تبقى بعد كده ايه ان شاء الله تصدق كلامي. وبالنسبة اكلمك في حاجة بقى، بالنسبة لركلة الجزاء. إيه، واحد يقول لك ركلة جزاء، واحد يقول لك لا، واحد يقول لك. بس دي لو اتحسبت ركلة جزاء، دي لو اتحسبت ركلة جزاء، سبحان الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. سيراميكا ليه عندك ركلتين جزاء الماتش اللي فات بالدوري ده، ركلتين جزاء. واحدة قلنا ممكن نتلاشى فيها، والتانية صحيحة 100%. شوف دلوقتي انت عملت ايه على ركلة الجزاء، قلبت الدنيا، قلبت الدنيا. بعدين اقول لك حاجة، اللعيبة عندنا، اللعيبة عندنا
مصر كلها عامة، أنا بحكي على لعيبة مصر عامة عشان ما حدش يفهمني غلط ويقول لك لعيبة مصر عامة مش عاوزة نوعية الحكام دي. أنا عن نفسي لو حكم والله كل فرقة لا تطرد منها ثلاثة. إيه التشويح ده وإيه قلة الأدب وإيه قلة الأدب مع الحكام ده؟ إيه قلة الأدب يا عم؟ يا عم ده إحنا شايفين ماتش ريال وبايرن ميونخ. إيه ده يا عم؟ إيه ده؟ احنا كل حاجة بنعمل عليها قصة، الكورنر عاوزين نعمل عليه قصة، لمسة اليد عاوزين نعمل عليها. يا جدعان مش كده والله، الكورة ما هي كده. ونهاية حبيبي إن شاء الله تاتا تاتا، والدوري إيه ب100 عقبة. وحبيبي يا نجم، حبيبي السلام عليكم.